السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. بيتسو موسيماني والنادي الاهلي. النادي الاهلي النادي الاهلي بيفوز بصعوبة 3-1 على المريخ السوداني للمرة الثانية في البطولة. النادي الاهلي النهاردة عمل اداء لحد ما جاب الشوط الاول منتصفه تقريبا. النادي الاهلي يحط جون ولا اروع، ولكن يتراجع ويبدا المريخ السوداني يضغط على النادي الاهلي. في البدايه نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتنتش اللايك الجامد للفيديو عشان تكمل معايا الاخبار اللي جايه باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكون احسن في الفتره اللي جايه، ولكن في شويه تعليقات سلبيه كده لازم نظهرها. طبعا الايجابيات موجوده، ولكن النادي الاهلي في الاول كنا بنلتمس له العذر ان النادي الاهلي كان مجهد، وكان قدام صن داونز لما اتغلب 1-0 كان راجع من مباراة كبيرة جدا قدام بيراميدز، كان بيعاني من الإجهاد بطريقة صعبة جدا، ده غير السفر اللي هو سافره قدام صن داونز لما لعب في جنوب أفريقيا. فبالتالي كان في عذر للنادي الأهلي، ولكن النهاردة مفيش عذر. النادي الأهلي مريح، النادي الأهلي تقريبا في راحة كاملة. ايه اللي بيخلي النادي الاهلي في الاداء السيء ده؟ بعد بعد ما يحط الجون الاول الاهلي بيتراجع. ايه السبب؟ محتاجين نعرف من موسيماني تبرير لهذه السلبيات. ليه اللعيبه بتتراجع في الاداء بعد ما يحط الجون الاول ودخلوا نادي المريخ السوداني في المباراه؟ يعني لما الاهلي حط الجون الاولاني بعد كده اداء الاهلي تحسه في تراجع كبير جدا. اداء الاهلي بدا يرجع في نص ملعبه، كان بيجيب فرص على فترات، ولكن كان في ايديه يغير النتيجه ويخليها 2 و3 قبل ما يدخل في جون. النادي الاهلي بيضيع فرص تاني في ظل ان هو الشوط الاول كان يقدر يزود غلته من الاهداف، ولكن محبش يخلي فوزه مؤكد من البدايه. ودي من عيوب الاهلي في الفكرة، ولازم نحط ايدينا عليها عشان الاهلي يقدر يكمل. البطوله صعبه، البطوله السنه دي صعبه في وجود فرق كبيره، هي كل سنه صعبه، ولكن احنا بنقول لان الاهلي مواصل بقاله 3 مواسم على التوالي بنفس الليفل ونفس المستوى. ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله. فحابب بس كمان احيي جماهير الاهلي، ان شاء الله تبقى دايما ورا النادي الاهلي. حابب احيي الجماهير العظيمه اللي كانت في الاستاد. ماتش النهارده كان مباراة المريخ، المفروض ان هي على ارضه، ولكن نظرا لطلب المريخ ان هو يلعب على ارض النادي الاهلي لعب على استاد الاهلي والسلام. طيب دلوقتي ايه اللي خلى النادي الاهلي وصل للاداء بالسلبية دي وبدأ يحاول ان هو يحط التاني ومش قادر؟ بيحاول يحط جون يغطي الجون الاول، مش قادر، بعد ما كان الاهلي قبل ما يجيب الجون الاول كان اداؤه عالمي، كان اداؤه كويس جدا والمباراه كانت قويه فعلا. حتى وان كان المريخ كان قوي النهارده، قدم مباراه فعلا بنقدم له التحيه، بغض النظر عن الاحداث اللي احنا طبعا للاسف ما كناش نحب نشوفها. ما كناش نحب نشوف نادي المريخ الشقيق لاعيبته بتحاول تعنف لعيبه النادي الاهلي، بتحاول تخرج لعيبه النادي الاهلي من المباراه. للاسف لعيبه المريخ النهارده قدموا يعني هقول، مش عايز اقول كلام مش كويس على لان هو شعب شقيق، ولكن النهارده اللعيبه حاولت اكتر من مره تخرج لعيبه النادي الاهلي بالعنف، في تدخلات عنيفه، كان في تدخلات قويه، كان في ضرب بدون كوره، شفنا ضرب حمدي فتحي، شفنا حتى في الدقيقه الاخيره كان المريخ السوداني مصر على العنف، بيحاول يضرب اللعيبه او بيضرب بدون كوره. النهارده لولا ان الحكم يعني عنده قدر من الرزانه او الهدوء كان في اكتر من لاعب يطرد صراحه. يعني كان في اكتر من لاعب يستحق الطرد، اكتر من لاعب النهارده كان يستحق الطرد بعد ما شفنا تدخلات بدون كره. نرجع للمباراه واجواء المباراه وتحليل الماتش. انا شايف ان بيرستاو لسه ما رجعش لمستواه، بغض النظر انه حط جون وبيثبت ان الكلام والشائعات عليه ان هو مصاب اصابه مزمنه كلام غير صحيح بالمره. النادي الاهلي لا يتعاقد مع لعيبه عندها اصابات مزمنه، ولا يتعاقد مع لعيبه بدون الفحص
يعني الكامل والشامل والدقيق، مع العلم ان القدر بتاع ربنا طبعا محدش يختلف، ولكن وقادر القدر يحدث اي شيء في اي وقت. ولكن النادي الاهلي بيحاول ان هو دايما عشان يجيب لعيب بيبقى بقدر الامكان عامل له فحص كامل، سواء بدنيا او فنيا او تكتيكيا في الملعب. طبعا النادي الاهلي النهارده بيحقق الفوز، بياخد 3 نقط مهمين جدا لا بديل عن الفوز في المباريات القادمه. النادي الاهلي طبعا في فتره راحه لان المنتخب هيلعب منتخب مصر وماتش السنغال اللي بنتمنى التوفيق طبعا للمنتخب المصري ان شاء الله. ولكن لاعيبه النادي الاهلي عليها التركيز في الفتره القادمه، وعلى الفتره اللي جايه دي النادي الاهلي انه يستغلها، ان هو يحاول يجهز اللعيبه بدنيا بقدر الامكان، يبقى في فتره من الراحه اللعيبه اللي مش دوليه، وبقدر الامكان يبقى في تكتيك معين لموسيماني الفتره اللي جايه ان هو يلعب على الدفاع بشكل قوي، يقوي الدفاع شويه. عبد المنعم لعيب كبير ما حدش يختلف عليه، ياسر ابراهيم لعيب كبير ما حدش يختلف عليه، رامي ربيعه لعيب كويس ما حدش يختلف عليه وان كان مستواه رايح وجاي ومش ثابت، ايمن اشرف لعيب الرجوله اللي احنا كلنا بنحترمه. الدفاع غني باللعيبه الكويسه وعندها فنيات وتكتيك عالي، ولكن محتاجين نقوي الكرات العرضيه يا جماعه جدا على النادي الاهلي. اللي متفق معايا في كلامي يا ريت يكتب لي ده في الكومنتات تحت ويقول لي رايه ايه، واللي مش متفق برضه يا ريت يكتب لي رايه ويقول لي رايه ايه. لان انا شايف ان النادي الاهلي دفاعه الفتره الاخيره، يعني ايه النادي الاهلي في 5 6 مطوشه ما يعرفش يخرج غير بماتش واحد كلين شيت؟ يعني ايه؟ يعني ايه النادي الاهلي يخش فيه كم الاهداف دي مره في شوط واحد، مره على ارضه من صن داونز رايح جاي يتحط فيه جون هناك وجون هنا؟ يعني انا شايف النادي الاهلي محتاج يركز شويه. الهجوم هيجي والجون هيتحط، وكنا بنعاني الفتره اللي فاتت من التسجيل واستغلال الفرص وان كانت هي لسه مستمره معانا، ولكن مع شويه تركيز يا جماعه نقدر نستغل الفرص دي. لازم ندعم الفنيات بتاعه النادي الاهلي شويه في الدفاع مع التركيز. تحيه لمحمد شريف المخيف اللي رجع تاني باذن الله، ربنا يحميه من الاصابات ويكمل على هذا المستوى. مع دخول باذن الله حسام حسن ان هو يكون جاهز ولعيب مميز جدا وان شاء الله ياخد فرصته الفتره اللي جايه. عايز اقول لبيرستاو لعيب كبير، تشكيك في قدراته لا يصح، لعيب كويس جدا واثبت من بدايه الصفقه واول ماتش لعبه ان هو لعيب كويس جدا. ان كان في سوء توفيق في الاصابات فده من عند ربنا، دي مش بايد حد تاني. شفنا محمد هاني رجع من الاصابه ولكن قدر الله ما شاء فعل، نتمنى تكون اصابته بسيطه وان شاء الله الفتره اللي جايه يرجع ويدعم صفوف النادي الاهلي بقوه. ويعني محمد هاني لعيب كبير جدا. كريم فؤاد راجع من الاصابه برضه بيلعب النهارده بديل لمحمد هاني. عايز اقول في ملخص كلامي النادي الاهلي يستحق انه يفوز النهارده، الف مبروك. النادي الاهلي كان لازم ياخد ال3 نقط، كان لازم ان هو يعافر على المباراه في ال20 دقيقه الاخيره. بيرستاو، محمد شريف، احمد عبد القادر يا جماعه، عايز اقول تحيه خاصه جدا للاعب احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بيثبت فعلا كل يوم عن التاني انه لعيب كبير، لعيب من الطراز الاول اللي ما يقعدش، ولكن مش كل ما هو متاح انه يلعب في كل المطوشه من البدايه. يعني بمعنى ان ممكن احمد عبد القادر ينزل يبقى لعيب قوي جدا احسن مكان يكون لاعب من اول المباراه. انا شايف ان هو بيلعب دايما كبديل افضل من ان هو بيبدا المباراه. مش معنى ذلك ان هو مش لعيب اساسي، لا لا لا, لا بالعكس، اقوى لعيبه في العالم بتنزل بتغير احداث المباراه وده ما يعيبوش. ولكن لعيب كبير جدا، لعيب احمد عبد القادر بيتصرف في الكره وبيحط جون عالمي. النهارده احمد عبد القادر بيحط جون عالمي فعلا، بيثبت ان هو رجليه من ذهب. شفنا الكرة يا جماعة بياخد الدفاع رايح جاي، عملوهم ساندوتش باللوز زي ما بنقول دايما، وحط الكرة بكل هدوء ورزانة. ما يحدثش هذا الامر غير من لاعب كبير جدا زي احمد عبد القادر برغم صغر سنه. عايز اقول ان اللعيب ده يستحق مننا كل التحية والتقدير، وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ما وقفش عن التشجيع. يا رب الدعم كله للعيبة الاهلي الفترة اللي جاية وللنادي الاهلي فترة توقف ان شاء الله اللعيبه تبقى بتستعيد مستواها. قفشه النهارده ابدع. عايز احيي كل اللعيبه مش عايز انسى حد. وبالنسبه لي انا شايف النادي الاهلي النهارده
مش هفرح زي الفيديو بتاع الماتش اللي فات بتاع المريخ، ولكن مع ملاحظات اللي احنا اتكلمنا فيها. يا رب النادي الاهلي يوفقه الفتره اللي جايه، وننتظر نتيجه مباراه جوه بكره ان شاء الله، المريخ والهلال. الهلال مع سان داونز. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المجموعه. تحيه لجمهور الاهلي العظيم. ما تنساش لو انت لسه مش مشترك في القناه تشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه وكل اخبارنا وكل مواعيد المباريات القادمه، وتنتشر اللايك الجامد للفيديو عشان تدعمني في الفتره اللي جايه. ما تنسوش يا جماعه. تحياتي لكم واشوفكم على خير. سلام.